مباريات وديه عشان يجهز اللاعبين، امتى يدي تمرينات تقيله جدا لو الوقت قليل قوي بالمباريات، لكن في وقت يبقى اهلا بالمباريات الوديه عشان نجهز اللاعبين. حنان الزيني تجهز ملف راتب مروان محسن لارساله للفيفا. كلف النادي الاهلي حنان الزيني منسق قطاع الكره باعداد جميع المعلومات الخاصه بملف راتب مروان محسن، والذي اصيب بالرباط الصليبي مع المنتخب الاول الجابون، وذلك تمهيدا لارسال هذا الملف مجددا الى الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. ونص برنامج الفيفا لحماية الأندية من الإصابات على تحمله راتب أي لاعب يصاب بالرباط الصليبي ويغيب عن المستطيل الأخضر في ال6 شهور التي يقضي فيها برنامجه التأهيلي، إذا كانت مشاركته طبعا أثناء المباريات الدولية. تلقى النادي الأهلي مؤخرا خطاب من الاتحاد الدولي الذي طلب من مسؤولي القلعة الحمراء بضرورة إرسال معلومات جيدة تخص إصابة مروان وأهمها الأشعة والتحاليل التي أجراها قبل سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي، بجانب التقرير الطبي أو التقرير الطبي عقب الجراحة. الأهلي مواليد 97 يتأهل لمرحلة السوبر. تأهل الأهلي مواليد 97 إلى مرحلة السوبر بعد فوزه بالأمس على بتروجيت 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم. أحرز أهداف الأهلي أحمد ياسر ريان الهدفين، ما شاء الله يا أحمد، الهدفين الأول والثالث، والهدف الثاني كان من نصيب اللاعب محمود فالكاو. بهذه النتيجة تأهلت 4 أندية إلى مرحلة السوبر، وهي الأهلي وإنبي وبتروجيت وطلائع الجيش، وستجرى القرعة الأسبوع القادم لتحديد مباريات الأندية المتأهلة لمرحلة السوبر. الأهلي السعودي يواصل صدارة قمة أندية آسيا. إلى فقرة الأهلي في كل مكان لمتابعة أخبار أندية الأهلي في الوطن العربي. وواصل النادي الأهلي السعودي تصدره لقمة أندية قارة آسيا. الأهلي ما شاء الله مكتسح في كل حاجة. الشهر الحالي وفقا لموقع فوتبول داتابيز العالمي الخاص بتصنيف وإحصائيات الفرق والمنتخبات على مستوى العالم. وحل نادي الأهلي في المركز الأول متصدرا الأندية الآسيوية خلال نهاية شهر مارس الحالي برصيد 1620 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن نادي تشون بونك الكوري الجنوبي بطل آسيا صاحب المركز الثاني برصيد 1616 نقطة. ثاني أهلي طرابلس الليبي يستعد لمواجهة الاتحاد المصراتي ببطولة السلام. يختتم فريق أهلي طرابلس الليبي اليوم السبت استعداداته لمواجهة الاتحاد المصراتي المقررة غدا الأحد في بطولة السلام التنشيطية لكرة القدم. وتعادل الأهلي مع نادي الشط أمس الجمعة بهدف لكل منهما ليتقاسم الصدارة مع الاتحاد المصراتي برصيد 7 نقاط. يقود أهلي طرابلس طبعا المدير الفني المصري الكبير الكابتن طلعت يوسف. أهلي ثالث. إدارة أهلي الخليل الفلسطيني تجتمع بقيادات الجماهير قبل الديربي. عقدت إدارة نادي أهلي الخليل الفلسطيني برئاسة حيان القواسمي اجتماعا مع قيادات روابط مشجعي الفريق قبل لقاء الديربي أمام شباب الخليل في بطولة الدوري يوم الاثنين المقبل. تم الاتفاق على الالتزام بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص. أهلي رابع.
أهلي صنعاء ينتزع صدارة كأس الوحدة في اليمن. انتزع فريق أهلي صنعاء صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم مؤقتا، وتغلب أهلي صنعاء على فريق اتحاد إب بهدفين مقابل هدف على ملعب وحدة صنعاء. وضمن الجولة أو ضمن الجولة الثانية والذي ينظمه نادي 22 مايو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. سجل هدفي الأهلي كل من علي صلول وزكريا طفطوف، بينما سجل هدف هدف اتحاد إب فيصل الهزمي بالخطأ في مرماه. ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. بهذا الفوز رفع أهلي صنعاء رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، ويبقى الاتحاد في مركزه الخامس مؤقتا دون نقاط. أهلي خامس. مدرب أهلي عطبرة السوداني يحمل التحكيم مسؤولية الخسارة أمام الهلال. وجه كفاح صالح الجيلي المدير الفني لفريق أهلي عطبرة انتقادات شديدة جدا لطاقم التحكيم الذي أدار لقاء فريقه ضد الهلال بالدوري السوداني وخسره هذا الفريق بهدف نظيف. قال كفاح أن الحكم محمود شانتير ومساعده محمد عبد الله وراء الخسارة أمام الهلال، مبينا أن محمود شانتير رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح فريقه، كما أن المساعد ألغى هدفا صحيحا بنسبة 100% لفريقه. سجل الإرتيري يونس سجله الإرتيري يونس وأوضح أن الأهلي عانى كثيرا من طاقم التحكيم والذي عمل بشتى الطرق من أجل فوز الهلال على فريقه والحصول على ال3 نقاط. نروح ليد النادي الأهلي. يد الأهلي 98 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر. ما شاء الله كل فرق الأهلي مكتسحة كل الألعاب. تأهل الأهلي مواليد 98 للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد تغلبه على فريق الجزيرة بنتيجة 32-25 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. يذكر أن الفريق توج منذ أيام قليلة بلقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين بعد أن تغلب على الزمالك في المباراة الفاصلة والتي جمعت الفريقين. طيب ناخد الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق اليد 98. اهلا بيك يا كابتن. كابتن يحيى. الو كابتن يحيى منورنا. انا مش سامع يا جماعه، في مشكله في الصوت. الو سامعني كده كويس كابتن يحيى؟ طيب نجيبه تاني يا جماعه، يلا نجيبه تاني. ناخد الخبر اللي بعده لغايه لما الكابتن يحيى يرجع لنا تاني. الصافي قال ان التتويج بالكأس دافع قوي قبل المشاركه الافريقيه. اعرب حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي عن سعادته بتتويج فريقه ببطوله كأس مصر. كلنا طبعا يا كابتن حمدي مبسوطين وفرحانين طالما بتجمعوا لنا بطولات وبتأدوا لنا اداء عالي جدا وربنا معاكم دايما. اضاف الكابتن حمدي الصافي ان التتويج بالبطوله او ببطوله كأس مصر سيكون دافع قوي للاعبين قبل المشاركه في البطوله الافريقيه والتي ستقام في تونس الشهر الجاري ان شاء الله. واوضح الصافي ان الاهلي استطاع التتويج بالبطوله رغم غياب اكثر من لاعب بسبب الاصابه.
الأهلي كبير في كل المجالات. 3 ميداليات للأهلي في بطولة الجمهورية للغطس. حقق فريق الأهلي للغطس نتائج طيبة جدا في اليوم الأول ببطولة الجمهورية للناشئين والمقامة حاليا في نادي هليوبلس. فاز بالميداليات كل من أحمد يحيى والذي أحرز الميدالية الفضية، وزياد مرسي بالميدالية البرونزية، وشهد طارق بالميدالية الفضية. يضم الجهاز الفني للفريق وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، طارق الصغير المدير الفني للغطس. مقر دائم لصندوق دعم الرياضة المصرية. قرر مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية تحديد مقر دائم لصندوق دعم الرياضة داخل مقر اللجنة بدلا من مركز التنمية الرياضية بمساكن الشيراتون. وتعقد إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب اجتماعات عديدة مع مسؤولي الصندوق لبحث كيفية دعم الأبطال قبل أولمبياد طوكيو 2020. ينتظر صندوق دعم الرياضة المصرية موافقة وزارة الاستثمار للإعلان عن الصندوق بشكل رسمي وبرأس مال 250 مليون جنيه يصل لمليار جنيه خلال 3 سنوات خارج الموازنة العامة للدولة لرعاية 8 اتحادات مصرية تم الاتفاق عليها مثل التايكوندو، الجودو والمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال والكاراتيه والسلاح والرماية من خلال خطة عملية محكمة. اليوم ختام بطولة العالم للبلياردو بالأقصر. تختتم اليوم منافسات بطولة العالم للألعاب أو بطولة العالم لألعاب البلياردو بمدينة الأقصر اليوم، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة بين الأسباني دانييل شانسيز بطل العالم في عام 2016 والهولندي ديك ياسبر المصنف الأول عالميا. ويحضر ختام البطولة حاتم زين العابدين سكرتير محافظ الأقصر، وفاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي، وعمرو الخردلي رئيس الاتحادين العربي والمصري، وحسين الشريف رئيس الاتحاد الافريقي، وحاتم زكريا رئيس اللجنه المنظمه، وخالد طه مدير عام مؤسسه اخبار اليوم. عقب المباراه النهائيه سيتم توزيع الجوائز على الفائزين من الاول وحتى الرابع. طيب، هي مفاجأة بالنسبة لي كبيرة جدا زي ما هتبقى مفاجأة بالنسبة لكم إن سام مرسي لم يحصل حتى الآن على جواز سفر مصري. استعجل هيكتور كوبر مدير الفني للمنتخب الوطني الجهاز الإداري لإنهاء إجراءات استخراج جواز سفر مصري للاعب سام مرسي والمحترف في نادي ويجن الإنجليزي حتى يتمكن من ضمه لقائمة المنتخب الوطني في مواجهة تونس المقبلة إن شاء الله في تصفيات أفريقيا 2019. خاصة أن اللاعب لا يستطيع المشاركة في المباريات الرسمية إلا بجواز سفر مصري، وده طبعا ده عادي، ويعني عارف الناس كلها عارفة أن ما ينفعش أي لاعب يشارك غير بجواز سفر مصر عشان يعرف يسافر. إيهاب ليطة قال مدير منتخب مصر أن سام مرسي لم تنتهي إجراءات حصوله على الجنسية المصرية، مضيفا ننتظر موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة على منح اللاعب الإعفاء النهائي من التجنيد من أجل استخراج جواز السفر المصري له والبدء في إجراء حصوله على الجنسية المصرية. يذكر أن سام مرسي تواجد في معسكرين سابقين للمنتخب في أغسطس 2016 وفي مارس الماضي، وظهر في ودية توجو بمستوى طيب. موضوع سام مرسي ده يعني حاجة غريبة جدا. أرجو أن هو يعني يتم إنهاء الجواز الخاص به حتى يتم الاستفادة من اللاعب، وخصوصا أن هو فعلا ظهر بمستوى طيب أو أقنع الناس بمستواه، وإن شاء الله يفضل على كده بالرغم من سهولة المباراة، لكن إن شاء الله يكون الجاي أحسن بالنسبة له ويكون في أداء مقنع أكتر وأكتر، خصوصا أن احنا محتاجين حد دايما في المراكز دي. نروح لمنتخب المحليين. منتخب المحليين يطلب المساواة مع المنتخب الأول. طبيعي تقدم الجهاز الفني لمنتخب المحليين بشكوى إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب عدم وجود لائحة مالية لفريقه. حاجة غريبة برضه.
أسوة بباقي المنتخبات. فرغم إعلان اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب المحليين إلا أنه لم يتم الكشف عن الجهاز الإداري أو الطبي للمنتخب حتى الآن. ولاحظ بعض اللاعبين وجود تفرقة بين المنتخب الأول ومنتخب المحليين أثناء المعسكرات، حيث يحصل كل لاعب في معسكرات المنتخب الأول على مبلغ 400 جنيه بوكيت ماني أو مصروف جيب يوميا و100 دولار في المعسكرات الخارجية، وهو ما لم يحدث في معسكرات منتخبنا المحلي حتى الآن. يذكر أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة ملف جميع المنتخبات الوطنية. يعني طبعا هي المساواة مش مطلوبة قوي، لازم يكون في بالمنتخب الأول طبعا والمنتخب المحليين، عشان يعني ان يبقى في دوافع انت تخليك تبقى تشتغل اكتر واكتر وتموت نفسك في الملعب. كمان انا بتكلم على منتخب المحليين عشان تبقى في المنتخب الاول، فلازم يبقى في فروق بعض الشيء بينك وبين المنتخب الاول، لكن لازم طبعا يبقى في لائحه، يبقى في جهاز اداري، جهاز طبي، لازم يبقى في كل الحاجات دي متوفره. نادي وادي دجلة بيتقدم بشكوى ضد حكم مباراة التعدين. يعني حاجة غريبة قوي. الجهاز الفني لوادي دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو تقدم بشكوى ضد عبد العزيز السيد حكم مباراة الفريق أمام النصر التعدين، وأشار ميدو إلى أن الحكم تسبب في خسارة الفريق الدجلاوي باحتسابه الهدف الأول بعد خطأ واضح من لاعب التعدين في منطقة الجزاء لدجلة، واحتساب ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة في نهاية المباراة. وأضاف أن الحكم له سوابق مع دجلة أمام بتروجيت الموسم قبل الماضي، بخلاف إيقافه من قبل يعني كانت طبعا المباراة اللي أنتم فاكرينها مباراة الزمالك وطنطا، مؤكدا أنه سيسعى أو سيطلب منعه من إدارة مباريات دجلة المقبلة. يعني دايما بنلوم على الحكام، واحنا لو جبنا جوال مش هنلوم على الحكام. الحكم لو جاب جون او الفريق لو جاب جون الحكم مش هيلغوه له، لكن اخطاء الحكام دايما وهتفضل وارده، وحاجه طبيعيه الانسان بيغلط، فالحكم طبيعي ان هو يغلط، خصوصا ان هو بياخد القرار في اقل من جزء من الثانيه، فلازم هيخطأ، لكن احنا نجيب جوال والحكم يحسبها لنا عادي، مفيش اي مشكله. المعلم يطالب بتروجيت بضم حاوي الأهلي. أكد حسن شحاتة المدير الفني نادي بتروجيت رغبته في شراء ناصر ماهر لاعب الفريق البترولي والمعار من النادي الأهلي، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب مع الفريق ومنتخب المحليين في الفترة الماضية. ينتظر شحاتة حسم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري موقفهم من ناصر ماهر لمعرفة إمكانية التفاوض مع الإدارة الحمراء لشراء اللاعب من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ناصر ماهر انضم لصفوف فريق بتروجيت من الموسم الحالي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي ولمدة موسم واحد فقط. هل النادي الأهلي هيسمح ببيع هذا اللاعب الشاب واللاعب الذي يتكلم عنه الجميع؟ يعني لاعب مميز قوي حاوي هو فعلا. اعتقد النادي الاهلي هياخد القرار، بس هيبقى قرار في مصلحه النادي الاهلي ان هو يفضل موجود في النادي. لسه معانا اخبار، نطلع فاصل، استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح لاخبارنا العالميه ونجومنا العالميين في كل مكان. رمضان صبحي بيعادل رقم محمد صلاح في الدوري الانجليزي اليوم. ننتقل الى متابعه طيورنا المهاجره. عادل رمضان صبحي مهاجم المنتخب الوطني ونادي ستوك سيتي الانجليزي رقم اللعيب الجامد جدا بتاعنا طبعا محمد صلاح في المشاركه بمباريات الدوري الانجليزي الممتازه البريمير ليج. وخاض رمضان صبحي المباراه رقم 13 في الدوري
الإنجليزي اليوم عندما واجه ليستر سيتي مع ستوك سيتي في الرابعة عصرا بملعبه ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. كان طبعا النهارده كان الماتش وخسروا للأسف من ليستر 2-0. محمد صلاح لعب 13 مباراة مع تشيلسي، منها 10 مباريات في موسم 2013-2014، 3 مباريات فقط في موسم 2014-2015 في بطولة الدوري الإنجليزي، وقبل أن ينتقل إلى إيطاليا لخوض تجربة الاحتراف مع نادي فيورنتينا ثم فريقه الحالي نادي روما. محمد صلاح خامس أكثر المهاجمين نجاحا في الدوري الإيطالي. احتل محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي روما الإيطالي المركز الخامس في قائمة أكثر المهاجمين نجاحا في استغلال ملاعب أنديتهم بمسابقة الدوري الإيطالي. يعني هم بيقيموا اللعيبة مين أكثر لاعب استغل ملعبه واحرز فيه اهداف كتير، فكان محمد صلاح طبعا من ضمن التصنيف اللي صنفوه او اللي صنفته صحيفه لا جازيتا سبورت الايطاليه. يعني قال محمد صلاح او قالوا ان محمد صلاح سجل 9 اهداف بملعب الاولمبيكو معقل نادي روما، متساويا مع شيرو لاعب لاتسيو وماركو بويلو لاعب كالاري. فيما تصدر القائمه مارو مهاجم انتر الذي تمكن من تسجيل 15 هدف بملعب جيوسيبي ميتيارا معقل نادي. الإصابة تحرم غزال من الظهور الأول مع زي تشينج الصيني. انتوا عارفين الأندية الصينية نطقها صعب شوية. تأكد غياب علي غزال لاعب المنتخب الوطني. هو علي غزال دلوقتي بيلعب في المنتخب الوطني، متهيألي من ان هو ما استدعاهوش هيكتور كوبر، لكن هنقول ان هو لاعب المنتخب الوطني في مباراة ناديه جوازو هيشتينج أمام شينا فورتن المحدد لها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الصيني. يعاني غزال من الآلام في الظهر، لم يستطيع علشان الآلام دي طبعا آلام الظهر دي صعبة جدا وقتل أي لعيب، لم يستطيع على أثرها المشاركة في تدريبات الفريق أمس، كما تأكد غيابه عن مباراة اليوم ولم يشارك غزال، والذي انضم لصفوف جوانزو زيهشتينج خلال فترة الانتقالات الصيفية الشتوية الماضية. الأسباني الكبير راؤول أصبح مستشارا لرئيس ريال مدريد إلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية من أسبانيا. قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الأسباني تعيين راؤول جونزاليس أسطورة الفريق المعتزل مستشارا له. وعودة راؤول لريال مدريد هي من الأخبار الرائعة بالنسبة للجماهير، حيث من المؤكد أن يظهر في البرينيابو الموسم المقبل، وسيتم توقيع اتفاق ليصبح راؤول مستشارا لرئيس النادي وفقا لما ورد عن صحيفة ماركا الأسبانية. راؤول كان نموذج أو لاعب نموذج في الاحتراف في كل ما يقدمه من مساعدة على تغطية جميع أنشطة الفريق بما في ذلك فريق برشلونة. بطبيعة الحال هناك حاجة له لأنه من اللاعبين الذين يفهمون كرة القدم بشكل عام وليس فقط فريقهم. لحسن الحظ حان وقت استعادة واحد من أساطير النادي العريق. خبر راؤول يا جماعة يعني هو حاجة بتعلمنا ازاي نستفيد من نجومنا الكبار، نجومنا اللي عندهم خبرات. اتمنى ان احنا نستفيد من نجومنا في ملاعبنا المصريه. رومانيجا قال يوفنتوس قادر على الاطاحه ببرشلونه. اكد كارل هاينز رومانيجا المدير التنفيذي لبايرن ميونخ الالماني ان نادي يوفنتوس الايطالي قادر على الاطاحه ببرشلونه الاسباني. انا مش معاك من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. رومانيجا قال في تصريحات في صحيفه يوفنتوس او قال في تصريحات في صحفيه قال ان يوفنتوس قادر على الاطاحه ببرشلونه من دوري الابطال خلال 3 سنوات
الماضية فاز الأسبان بالأبطال، ولكن أعتقد أن النسخة الحالية صعبة جدا لأن الجميع يستطيع نيل اللقب باستثناء ليستر سيتي. وأضاف من الصعب أن تقول من سيفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، لأن يوفنتوس قوي جدا، لذلك لا أرى أن سبب يرشح أو أن أي سبب يرشح البارسا ليكون مفضلا للفوز عليه. مش عارف انت بتقول كده ليه يعني يا رومانيجا، لكن برشلونة قادر انه يفوز على اي فرقة في اي مكان واي زمان. الواحد لما بيسمع تصريحات من ناس كبيرة بتبقى تصريحات صادمة بعض الشيء للجمهور المتابع، حتى الواحد بيتلخبط في الكلام بصراحة. لما تقول على برشلونة مش هيقدر يكسب يوفنتوس يبقى الموضوع شبه مستحيل في كلامك ان الناس تصدقه، لان برشلونه عمل يعني حاجه ما حدش عملها خالص لما كسب باريس سان جيرمان ب6 أهداف واستطاع ان هو يتاهل للادوار النهائيه. فاعتقد المباراه مش هتكون صعبه قوي عليه. نروح لخبر تاني. الاتحاد الانجليزي يتجه لاقامه المباريات في الصباح. يناقش مسؤول الاتحاد الانجليزي لكره القدم امكانيه اقامه مباريات الفرق الانجليزي في الساعه 9:30 صباحا بتوقيت لندن، وتهدف تلك الخطوة إلى إتاحة مباريات البطولة الأكثر قيمة في العالم أمام الجماهير في البلاد البعيدة عن بريطانيا في مواعيد مناسبة لهم، في إطار مساعي الاتحاد لتوسيع انتشار البطولة وفقا لما ورد عن صحيفة ديلي ميل البريطانية. ومن المنتظر أن يتم استخدام الموعد الجديد لمباريات البريمير ليج بداية من الموسم المقبل. ويعتقد الاتحاد الإنجليزي أن إقامة المباراة في 9:30 صباحا بتوقيت لندن سيسمح لأكبر عدد من الجماهير حول العالم بمشاهدتها. يعني 9:30 صعب قوي على لعيب الكورة، ممكن يتمرن لعيب الكورة بيتمرن 9:30 يعني بالعافية، فتخيل بقى مباراة رسمية مش عارف. قال كمان لا سيما في دول الشرق الأدنى إحدى الأسواق المستهدفة بقوة من الاتحاد. بعد اقترابه من الرحيل عن مانشستر روني، خبر جديد، روني يتجه للمصارعة الحرة. هو ممكن يعني عنده الإمكانيات البدنية والجسمانية ان هو يبقى مصارع، لكن يبقى مصارع فعلا دي جديدة. قرر واين روني قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري والانضمام إلى عالم المصارعة. روني قال أحلم منذ طفولتي أن أكون مصارعا، أحب الصخرة وستيف أوستن وفقا لما ورد عن موقع جول العالمي. وأضاف الفتى الذهبي تحدثت مع جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بعد رحيل باستيان إلى الدوري الأمريكي عن إمكانية اللحاق به، لكنني لا أحبذ ذلك وأعتقد أن المصارعة ستكون تحدي رائع. يعني بنسمع ان لعيب الكوره بيبطل، بيتاكل التدريب، بيروح لاجازه، بيعمل اي حاجه تانية خالص غير ان هو يبقى مصارع. جديده جدا، لكن مش عارف هنتابع روني بقى في المصارعه الحره ولا ايه، هنشوف. نروح لمتابعه اخبار النادي الاهلي في الصحف والمواقع الالكترونيه. الاهرام بتقول الليله الاهلي يلتقي مع الداخليه لتامين قمه الدوري، وسموحه يستضيف الزمالك العائد من الانسحاب. سموحه والزمالك كام يا جماعه؟ عشان نقول للناس اللي كام. طيب قولوا لي خلص كام. الاهلي يسعى للهروب من كمين الداخليه الليله. الجمهوريه الاهلي يتربص بالداخليه على ارض السلام. الوفد بتقول الأهلي جاهز لعبور كمين الداخلية في الدوري.
المصري اليوم الأهلي يتحفز للابتعاد عن الصدارة على حساب الداخلية. فيتو انخفاض فرص أجاي في اللحاق بمباراة بتروجيت، إن شاء الله يرجع بالسلامة. اليوم السابع عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية الليلة. في الجول بتقول حوار أحمد سمير فرج الأهلي حسم الدوري وأتمنى هز شباكه مجددا. يلا كورة بتقول الأهلي يناور الداخلية لتنفيذ خطة تأمين الدرع. أورو سبورت عربية بتقول بعد غياب 40 يوم كاملة الأهلي يواجه الداخلية للمرة التاسعة. لسه الزمالك متقدم 2-0 في الدقيقة كام يا جماعة؟ يعني النهارده كتبت ابريل. يلا الزمالك خسران 2-0 وباقي حوالي 4 دقايق أو 3 دقايق على الوقت الأصلي. يعني نشوف في ختام نشرتنا الإخبارية مع فقرة أو فقرة زي النهارده 1 ابريل 1998 الأهلي يتعادل سلبيا مع الإفريقي التونسي في الجولة الثانية لبطولة النخبة العربية والتي أقيمت على استاد المنزه. يذكر أن الأهلي توج بالبطولة التي أقيمت من دور واحد بعد منافسة مع الإفريقي منظم البطولة إلى جانب الشباب السعودي ومولودية وهران الجزائري. يعني جماهير الاهلي اوعى تكون صدقتوا ان الزمالك كسبان، الزمالك خسران، واعتقد الماتش هيخلص بفوز لسموحه عشان تطلع المركز الثالث او يبقى في منافسه على المركز الثالث او المركز الثاني. دي كانت اخبارنا، مش كل اخبارنا، لسه في جديد، استنونا، شكرا جدا.